طريق لك إلا طريق الإيمان. رجل في البادية أنجب أولاد 3، فسمى الأول عبد الله، والولد الثاني سماه عبد الله، أما الولد الثالث فسماه عبد الله. هو حر من قلة الأسماء، ماشي. حانت لحظة الوفاة، الرجل لا يتحرك، نظر في السقف، أولاده قاعدين جنبه ال3، قال عبد الله يرث، وعبد الله لا يرث، وعبد الله يرث، وخرجت روحه. عمل مشكلة ده. قالوا بعدين دفنوا الأب، قالوا نعمل ايه؟ قالوا نروح للقاضي. فين القاضي؟ في المدينة. توكل على الله على المدينة. وهم في الطريق قابلوا أعرابيا ضل بعيره، قال يا أهل البادية، واضح عليهم شكلهم، أما رأيتم بعيرا لي؟ قالوا لا. قال طيب جزاكم الله خير، ومشي. نادوا عليه، قالوا تعالى. أول واحد قال له بعيرك أعور؟ قال له نعم. فرح الراجل، قال ايه؟ بدأ يصفوها، يبقى ايه؟ يبقى شافوه. التاني قال له بعيرك أبتر؟ ديله مقطوع؟ قال له نعم. فرح أكتر. الثالث قال له بعيرك أزور، يعني مايل كده على جنبه؟ قال نعم. قالوا لا والله ما رأينا بعيرك. الكذب يا عم ده. قال لابد أن آخذكم إلى القاضي. قالوا احنا ريح روحك، احنا أساسا رايحين للقاضي. دخلوا على القاضي. أيها القاضي، هؤلاء البدو سرقوا بعيرا لي ووصفوه وصفا دقيقا ثم أنكروا أنهم ما رأوا. سأل القاضي، قال له انت ليش قلت انه أعور؟ قال له البعير يأكل يمنة ويسرى، وجدت العشب مأكول من ناحية واحدة والناحية الثانية لا يأكل منها، يبقى العين المبصرة بيأكل من ناحيتها، والعين غير المبصرة سبحان الله العظيم لا يأكل منها. قال له طيب وانت قلت ليه أبتر؟ قال ما هو لو له ذيل كان ينثر بعره فوق الرمال، ولكن طالما انه هو ذيله مقطوع فيتكوم البعر أكوام أكوام أكوام، وانا رأيت البعر مكوم أكوام، قلت ده ذيله ايه؟ من غير ذيل. طب وانت ليه قلت انه أزور؟ قال يعني دي بسيطة، عمق أقدامه في الرمل من الناحية اليسرى أكثر عمقا من الناحية الايه؟ اليمنى. قال يا رجل ليسوا بأصحاب بعيرك، توكل على الله. ما قضيتكم أنتم؟ قالوا لا، أنت بقى اسمع قضيتنا دي قضية عجيبة، سيبك من بعير وكلام البعير. أبونا رحمه الله سماني عبد الله، وأخي هذا عبد الله، وأخي هذا عبد الله. جاي يموت قال عبد الله يرث، عبد الله لا يرث، عبد الله يرث، ومات. القاضي ضرب أخماس في أسداس. يا الله، طب ايه حل المعضلة دي؟ قال تبيتوا عندي الليلة، صلوا الصبح وتيجوا على مجلس القضاء. دخلوا في غرفة المضيفة أو الضيافة، مش كده اسمها ايه في ليبيا الضيافة؟ طيب المربعة، خلاص المربعة حدوة، دخل المربعة، وبعدين الصباح ايه؟ الصباح رباح. أول ما جلسوا وغلق عليهم الباب قال أحدهم، هم أذكياء، احذروا إن عينا تتجسس علينا. القاضي بعت لكم عين زي بالضبط، انت عارف في أقسام ومخافر الشرطة يدخلوا مع ال5 المجرمين واحد قال انه كانه ايه؟ مجرم. هو مش مجرم ولا غيره، ده مخبر. لا يدخل مخبر نص يسمح كلمتين، يقول له سرق الذهب اللي سرقناه وبعناه في السوق الفلاني، يعرف القضيه ويجي البتاع نادى تعال انت، يدخل هو يخبر الايه؟ الاداره. في عين تتجسس عليه. جاء الرجل الخادم بلحم وخبز، مد عبد الله الاول يده للحم، قال احذروا هذه لحم كلاب. يا الله، القاضي قدم لنا لحم كلاب معقول؟ والثاني قال ايه؟ قال وهذا الخبز الذي خبزته امرأة حامل في الشهر التاسع. ده خبير أجنة، أعرابي خبير أجنة. الثالث فجر قنبلة من العيار الثقيل،
قال والقاضي الذي سوف يقضي بيننا ليس ابن حلال. احنا دخلنا كده في اعراض ويا الله. صباح الصباح صلوا الصبح وراحوا على مجلس القضاء. العين اللي كانت بتتجسس نقلت محضر الجلسه. القاضي قال انتوا ليه قلتوا ان اللحم لحم كلاب؟ قال ايها القاضي ان اللحوم التي ناكل تبدا بالعظم ثم اللحم ثم الشحم. الضأن او البقره او الجاموسه او الناقه او الشيء اللي ناكله تجد العظم وبعدين اللحم وبعدين الايه؟ الشحم الدهن من فوق. الطائفه الكلبيه والسبعيه الاسد والذئب والكلب واللي يجري ويعدو العظم وبعدين الشحم وبعدين اللحم. لازم يكون عضلات من فوق عشان تكون قويه، لان لو الاسد عنده الشحم من فوق ما يقدرش يجري، يعرق وما يقدر يموت. سبحان الله. راح نادى على الطباخ تعالى يا ابن الحلال انت ايه اللي قدمته للضيوف؟ قال انت قبل المغرب بلحظات تقول لي فيه 3 ضيوف من الباديه، القطيع تاخر في البر ما جاء فما رايت الا كلب القطيع، فقلت دول اعراب بدو يلا اتكل على الله ذبحت لهم الكلب. يا الله. طب وانت ايه اللي قال لكم ان اللي خبزت الخبز حامل في الشهر التاسع؟ قال له ايها القاضي رايت الارغفه منتفخه من ناحيه وملتصقه من ناحيه، ولان المراه بطنها امامها فلم تستطع ان تميل لتدير الرغيف حول النار حتى يستوي من كل اطرافه، فالجزء اللي جنب النار انتفخ والجزء اللي بعيد عن النار ظل ملتصقا. القاضي يا اخوانا مين اللي خبز الخبز؟ قالوا فلان اللي حامل في التاسع. جينا للكارثه الايه؟ الثالثه دي اقول لكم عليها ان شاء الله في المسابقه الجايه باذن الله. تعرفوها يعني، عايزين مصممين يعني. وما الذي ادراكم والعياذ بالله اني لست ابن حلال؟ قال الرجل ايها القاضي ان قاضيا مسلما ياتيه اناس متقاضون عنده اصحاب مشكله يبعث عليهم عينا تتجسس لا من الكرم العربي ولا من الخلق العربي ولا من شيم المسلمين. يا الله. اعتبر كده مش قاضي مش تمام. دخل القاضي الى امه فقررها فاقرت. خرج القاضي ليدلي بالحكم. الحكم بعد ايه؟ لا بعد سؤال الام. خلي بالك انت. قال من قال انه لحم كلاب؟ عبد الله قال انا. قال له انت ترث. ومين قال ان الخبز ده خبزته امراه حامل في التاسع؟ عبد الله قال له انا. قال له انت ترث. ومن قال انني كذا؟ قال انا. قال انت لا ترث. قال لما؟ قال لانه لا يعرف ابن الحرام الا ابن حرام مثله. رجع عبد الله الاول والثاني الى امهم قالوا يا امي من هذا؟ مين عبد الله اخونا ده؟ قالت والله بصراحه ابوكم رحمه الله عليه وجده امام المسجد طفلا صغيرا ملقى فاخذه واتى به الى هنا فربيناه وسطكم وسميناه عبد الله.